دلوقتي قدامك طريقين علشان تطبق كل ده. الطريق الأول إن أنت تطبق كل ده بنفسك، سواء عن طريق أدواتك الخاصة أو إن أنت تطلب أجندة من الألف للياء وتطبق فيها كل ده بمساعدة الأجندة الأساسية وكل المرفقات معاها اللي هتساعدك تطبق خطوة بخطوة بشكل واضح ومنظم، وتسهل عليك المراجعة والتقييم. زي ما قلنا كأنها أوضة عمليات يومية بتساعدك تستمر وبتساعدك في الانضباط الذاتي. والطريق التاني، لو انت مش عارف تطبق كل ده ازاي، ممكن تبدأ دلوقتي استشارة متخصصة ليك انت لو محتاج مساعدة في بناء الفلسفة الخاصة بيك وتحديد قيمك ورسم خريطة طريقك الشخصية من الألف للياء. القرار قرارك دلوقتي، والأثر اللي هتعمله هو اللي هيخلي المحاضرة دي مش مجرد كلام، والخطة اللي هتحددها من دلوقتي تكون خطة حقيقية مش مجرد خطة مكررة، ولوحة التحول الخاصة بيك تكون لوحة قيد التنفيذ مش مجرد لوحة محطوطة على الحيطة ما بتتحققش. لو لسه مش عارف تجمع لوحة التحول ازاي، فما تقلقش، مجرد ما تظبط النسب اللي احنا اتكلمنا عليها وتبقى محدد مساحة الخاصة بكل جزء فيها، انت دلوقتي معاك مطلق الحرية ان انت ترتب الصور اللي انت طلعتها بالشكل المناسب ليك. اللي جاي هو مساحة لإبداعك حسب راحتك النفسية ورؤيتك. جهز لوحتك بنفسك بالشكل المريح ليك اللي يشجعك تكمل. ركز على الفعل الباطن قبل الفعل الظاهر، لأن الفعل الباطن هو ده اللي انت هتكونه فعليا، هو ده العادات الصغيرة اللي انت هتحافظ عليها في يومك اللي هتوصلك للفعل الظاهر الكبير. ما تحطش لوحة كلها أفعال ظاهرة وحاجات عايز تمتلكها من قبل ما تغير الشخص اللي انت عليه دلوقتي. وما تشككش في نفسك ان انت مش قادر، لان بمجرد ان انت وصلت للجزء ده يبقى معنى كده انت بتحاول وبتجرب وبتخبط على ابواب كتير وعايز توصل لحاجة كويسة. يبقى انت تقدر. المهم تكمل وتصدق في نفسك وتحاول. مفيش حاجة اسمها فشل. الفشل ان انت تقع وما تقومش، لكن المحاولة يبقى انت مكمل في طريق النجاح. ابدأ التحول دلوقتي واستمر، وما تحبطش نفسك لانك تقدر.